طبعا كلنا عارفين ان في لعيبه كتير عملوا تاريخ كبير في كاس العالم، زي بيليه اللي بيمتلك ارقام قياسيه، زي انه اصغر لاعب يفوز بكاس العالم وكمان يسجل في نهائي البطوله، وكمان اللاعب الوحيد اللي فاز ب3 نسخ كاس عالم. وطبعا كلنا عارفين قصه فوز مارادونا بمونديال 86 والاداء التاريخي اللي عمله، ولاعيبه كتير جدا قدروا انهم يخلدوا اسمائهم في تاريخ المونديال، امثال كلوزا الهداف التاريخي، وميسي اللاعب الاكثر مشاركه، وغيرهم كتير. لكن النهارده هنتكلم عن لعيب تقريبا كده ما حدش يعرفه، او على الاقل اغلب الناس ما تعرفوش. والغريب في الموضوع ان اللاعب ده مش بس حفر اسمه في تاريخ بطولات كاس العالم عن طريق انه شارك في نسخه واحده مثلا، لا، ده عن طريق مباراة واحدة بس. هنتكلم النهاردة عن المهاجم الروسي أوليغ سالينكو، وهو من مواليد مدينة سانت بطرسبرغ في أكتوبر سنة 1969. بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في عمر ال17 مع نادي زينيب علشان يلعب معاهم موسمين كاملين، قدر خلالهم انه يسجل 10 اهداف، علشان ينتقل بعدها اللاعب لنادي دينامو كييف الأوكراني سنة 1989 علشان تبدأ مرحلة جديدة في مسيرته. ويقضي سالينكو مع النادي الأوكراني 3 مواسم علشان يلعب فيهم مع النادي 91 مباراة، قدر فيهم انه يحرز 28 هدف. لكن في الفترة دي بنشوف انحلال الاتحاد السوفيتي سنة 1991، واللي بسببه هيحصل حاجة غريبة جدا لسالينكو، واللي هيلعب أول مباراة دولية ليه سنة 1992 مع المنتخب الأوكراني في أول مباراة رسمية في تاريخهم، واللي كانت ضد منتخب المجر، لكنه مش بيسجل أي هدف في المباراة. بعدها بيطلع اللاعب على الدوري الأسباني علشان ينتقل لنادي لاجرونيس ويقضي معاهم موسم قدر فيه إنه يسجل 23 هدف. وبنوصل مع نهاية الموسم 1994 واللي بيكون مع نهاية بطولة كاس العالم علشان يقرر اللاعب وقتها انه يمثل المنتخب الروسي. في الوقت ده الجمهور الروسي كان عنده امل كبير في سالينكو بسبب انه في مونديال الشباب سنة 1989 كان هداف البطولة ب5 اهداف. ولما بيجي المونديال بتقع روسيا في مجموعة فيها البرازيل والكاميرون والسويد علشان يبدأوا مشوارهم في اول بقاء ليهم ضد البرازيل. لكن في المباراة دي سالينكو مش بيبدأ أساسي، وبيدخل على الدكة آخر 20 دقيقة ومش بيساهم بأي هدف في المباراة علشان تنتهي المباراة ب2-0 للبرازيل. وفي الماتش التاني ضد السويد بيبدأ أساسي المرة دي وبيقدر إنه يسجل هدف من ضربة جزاء، لكنهم برضه بيخسروا المرة دي 3-1. وبنيجي للمباراة الأخيرة اللي كانت ضد الكاميرون، وكان لازم على روسيا إنها تفوز بالماتش الأخير علشان يقدروا يصعدوا من ضمن أحسن توالد، علشان تبدأ ساعتها المباراة اللي هتخلد اسم سالينكو في التاريخ، واللي بعد أول 29 دقيقة بيكون مسجل هاتريك في مرمى الكاميرون، علشان في الشوط الثاني يسجل هدفين ويصنع هدف في المباراة التاريخية علشان يبقى اللاعب الوحيد في تاريخ كاس العالم اللي بيسجل 5 أهداف في مباراة واحدة. 6 مساهمات لسالينكو في مباراة واحدة. انت متخيل الرقم؟ علشان وقتها تفوز روسيا بالمباراة بنتيجة 6-1 على حساب الكاميرون. بس من سوء الحظ ان روسيا ما تأهلتش كتالت للمجموعة وبتودع المونديال. لكن سالينكو هو اكتر روسي استفاد من المونديال ده بسبب الرقم القياسي الكبير اللي حققه، واللي محدش عارف يكسره لغاية النهاردة. الغريب في الموضوع ان سالينكو ما سجلش ولا هدف مع روسيا غير ال6 اهداف اللي سجلهم في مونديال 94. بعد ماتش الكاميرون مباشرة طلبوا من سالينكو يعملوا ليه فحص منشطات، لأن وقتها طبعا كلنا عارفين قصة مارادونا الشهيرة ووقفه بسبب المنشطات، ووقتها طبعا كان سالينكو مش بياخد منشطات ولا حاجة. بس الغريب بقى إن في ماتش الكاميرون ده كان آخر ماتش في مسيرة سالينكو الدولية، ولما اتسأل عن السبب قال إن المدرب الجديد كان مش حابب فكرة إن سالينكو مشهور عالميا بسبب اللي عمله في المونديال واستبعده من المنتخب علشان كده، وده طبعا في ظلم كبير جدا للاعب. وفي الموسم اللي بعده بينتقل لفالنسيا يلعب معاهم لمدة موسم، لكن مش بيقدم مستوى كويس معاهم، وبعدها بيقعد يتنقل من الدوريات التركي والاسكتلندي، لكن مش بيقدم اي شيء. ومع بداية موسم 2000-2001 بيوقع سالينكو مع نادي بوغونشتيشين البولندي، لكن مش بيقدر يشارك معاهم غير في مباراة واحدة بس بسبب زيادة وزنه، وقتها بيقرر يعتزل كرة القدم. وهنا بنشوف أهمية بطولة كأس العالم اللي من خلالها لاعيبة كتير بتقدر إنها تكتب اسمها في التاريخ، برغم إنهم على مستوى مسيرتهم الاحترافية مش بيسيبوا أي بصمة مع فريقهم، لكن من خلال مباراة واحدة بس في المونديال تقدر إنك تكتب اسمك في التاريخ.